أهلا بأعزائي المشاهدين. هنبتدي حلقتنا النهاردة بموضوع حيوي جدا وموضوع رئيسي في نادي الزمالك. ممكن المشاهدين يقولوا لي الموضوع ده متأخر شوية، بس أنا ما رضيتش إن أنا أخش في الموضوع من يعني في بداية الموضوع. سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك في الأول خالص، إلا بعد ما ألم بالموضوع كله بجميع محتوياته وأسبابه ومشاكله إيه وإيه اللي حصل والفترة اللي فاتت وفين مجلس إدارة الزمالك والرد إيه وكان الرد منهم إيه والموضوع إيه أصلا من الأول، وبعد كده نوضحها لحضراتكم ونشوف النتيجة إيه ونشوف الزمالك هيرسى هل هيسترد قطعة الأرض تاني المخصصة للزمالك وعمل استاد ونادي اجتماعي وجميع الالعاب والصالات. الدوله سحبته وزاره الاسكان. هل الموضوع بدايته ايه من الاول؟ بدايته في الاول خالص ان الدوله طبعا بتراعي جميع الانديه، فخصصت لنادي الزمالك ارض في 6 اكتوبر، ده سنه 2003. بدايه من 2003 الزمالك استلم الارض، قعد من 2003 لحد 2020 ما عملش حاجه في الارض خالص، لا بنى ولا حط قواعد ولا عمل ولا اسس ولا اي حاجه خالص. الارض فضلت فاضيه، ارض فضاء، من 2003 لحد 2020. بعد كده الدوله سحبت الارض في 2020. يا جماعه 17 سنه ما عملتوش حاجه. ده النادي الاهلي ما شاء الله عليه عمل عمل استادات وعمل مدينه نصر وهنا وهنا وهنا، وعمل استادات كتير وصالات انما الزمالك مستلمها من 2003 لحد 2020 ما عملش حاجه. ف فوزاره الاسكان سحبت الايه الارض، ده كان 2020. رجع تاني كلمه مجلس الإدارة، كلم مستشار السيد الرئيس، ده كان بعديها بسنة، وطبعا حطوا قواعد إن أنت هتستلم، هنرجع لكم الأرض بس هتبنوا وتعملوها في معدل معين، وكام المساحة اللي أنتوا هتعملوا عليها الأساس. يعني مثلا تبني مثلا على 50% 40% الفترة ديت كل كذا، يعني دي حاجات أو بنود متفق عليها مع وزاره الاسكان ورئاسه نادي الزمالك. طبعا جم ما عملوش 2023، طبعا ما فيش حاجه. عملوا 1% من الارض كلها، حطوا حبه قواعد وسملات وبتاع وما عملوش اي حاجه. شويه عمال، شويه صنايعيه، يعني شويه بهرجه شويه قدام ان يبقى في رقابه من وزاره الاسكان كانت بتنزل الارض وتشوف الوضع ايه. بعد 2023 سحبوا الارض تاني ما عملوش حاجه، لكن برضو تدخل من مستشار السيد الرئيس برضو والكلام ان نادي الزمالك قلعه كبيره ولازم يكون في ارض ليهم ومش عارف ايه وفي مشاكل وفي معوقات. فالمهم بداوا تاني واتكلموا معاهم لحد كان في اغسطس 24 سنه 2024. بعد كده ما عملوش اي حاجه برضه، يعني لقوا برضه ان ما فيش اي حاجه، فقالوا لهم 2024 ما فيش مشكله، احنا برضه شايفين ان الزمالك وننهض بالكوره الاهلي والزمالك مع بعض سنه 2024. ادوا لهم مهله تاني لغايه يوليو 2025 ان انت لازم تبني وتعمل في نسبه معينه والا كده الارض هتنسحب منك وده هيبقى قرار نهائي. طبعا جه مفيش اي مشاكل في تدخل من بعض الشخصيات المعروفه في عمل يعني ازمات بينه وبين مجلس الاداره ومعروف شخصيا بدون ذكر اسمه. طبعا عمل عمل محاضر وعمل كذا وفي سرقات وفي كذا وكمان يقال ان في اتعمل كومباوند في نادي الزمالك. الكلام ده غير صحيح، الزمالك ما عملش حاجه.
طيب انا بسأل حضراتكم، هو فين مجلس إدارة نادي الزمالك؟ رئاسة نادي الزمالك أو أعضاء مجلس إدارة المجلس المعين فيه 9 شخصيات مهمة من رجال الأعمال في مصر، وهم اللي ماسكين مجلس إدارة نادي الزمالك. منهم هاني بيرزي، وهاني شكري، وكابتن حسين لبيب، والممدوح حسيني. دولت مش شخصيات ورجال أعمال كبار، يعني انتوا فين؟ طبعا ما تيجي انت حضرتك انت بتسأل الشخصيات دول فين، ما عملوش اي حاجة ولا اي حاجة ان هم تدخلوا او تدخلوا. انتوا معاكم مثلا راس مال، ومعاكم انتوا رجال اعمال بتساعدوا نادي الزمالك. فين ممدوح عباس؟ الموضوع يعني متشابك، مش فاهم اي حاجة. الناس دي بتشتغل بعقلية منظمة ولا مش عقلية منظمة في ترتيب أوراق نادي الزمالك؟ وعيب جدا لما يكون الدولة تخش تتدخل في سحب قطعة أرض. خلى إن مجلس الإدارة يعني يعني وشه عارم جدا إن هو ما يفكرش أو يعمل أي حاجة بالنسبة للدولة. انتوا فين؟ طبعا احنا لما نيجي نراجع برضو ان مجلس اداره نادي الزمالك على الفترات سنتين او 3 سنين اللي فاتت، لما تيجي تلاحظ حاجه حضرتك، كل سنه او كل 6 شهور بتطلع مشاكل كتيره في الزمالك. ايه هي؟ وقف القيد في الزمالك، لعيب بيشتكي الزمالك، ده مدرب ليه فلوس عند الزمالك، واحد بقاله 10 سنين 15 سنه اللي كان معدي جنب سور نادي الزمالك ويفتكر ان كان ليه فلوس عند نادي الزمالك. الكلام ده يعني مثلا لو انا وانت قاعدين على القهوه، لكن الكلام ده فيه كلام وفيه اوراق منظمه وفيه جهات منظمه وشخصيات منظمه ان هي تعمل معوقات ومشاكل في نادي الزمالك. طبعا كل الناس هتفتكر تقول لك مرتضى منصور بعد ما اتشال 2020 وجه المجلس المعين اللي هو بقياده حسين لبيب، بدأ ان هو بيبقى فيه مشاكل بعد كده. ايه المشاكل؟ وقف القيد. هل هو مرتضى منصور ليه يد مع بعض الوكلاء وبعض الناس ان هو يبقى كل شويه في معوقات ان المجلس ده يمشي ما يقعدش؟ هل هو مرتضى منصور ليه يد ان هو سحب قطعه الارض من نادي الزمالك؟ هل مرتضى منصور ليه سبب في مشاكل نادي الزمالك ومعوقات نادي الزمالك؟ الله اعلم، بس هو طلع ونفى. آه انا بتكلم مع حسين لبيب، رساله بوجهها للكابتن حسين لبيب. حسين لبيب حضرتك فين؟ لا في رد ولا في اي حاجه ولا في اجابات تطلع توضحها لجماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك ان انت تيجي انت عمال تقول انا جبت جين ادوارد وجيت وعملت وسويت وبجيب صفقات لنادي الزمالك بعد صفقات نادي الزمالك اللي اتمها. ايه وبعد يعني مثلا عندك علاء صادق يقول لك اصل جون ادوارد جه معين من الدوله، وجه مش عارف في شغل بيتعمل. يعني علاء صادق بيوجه ان الدوله بمسانده لنادي الزمالك، بعديها بفتره سحب النادي سحب قطعه الارض من نادي الزمالك. ففي حاجات معينه ان في ناس بتحارب بالكلام بالفعل، وفي حاجات من تحت الترابيزه يعني، وفي حاجات بتتعمل علني غير اللجان اللي شغاله في حرب نادي الزمالك. لازم يبقى في وقفه. مجلس الاداره لازم يبقى نادي كبير ويقف ويحدد ويطلع بتصريحات. مرتضى منصور قبل كده كان بيطلع بيقول تصريحات وبيواجه، بس كانت التصريحات بتاعته يعني شديده، وبيجي انتقادات لجميع الناس. اللي كان بيجيب انتقادات قبل ما يجيب انتقادات ليه هو بيجيب انتقادات لنادي الزمالك. فاحنا مش عايزين ان يبقى في صراع بين نادي مجلس اداره نادي الزمالك وبين وزاره الاسكان او جهه من جهات الدوله.
عاوزين تقفوا وقفه وتشوفوا استرداد قطعه الارض. فانا بوجه نداء حسين لبيب، اطلع يا كابتن واتكلم وشوف وضعك ايه، وضع الدوله ايه، وضع الزمالك ايه مع الدوله ومع قطعه الارض. مش هتحل حاجه ومش هتعمل حاجه ومش هتقفوا. مجلس الاداره المكتوف اللي هو طالع، اعضاء مجلس الاداره بيطلع ان هو اسما فقط، اسما اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، هل هم اسما فقط متعينين ياخدوا كاسم شهره في الدوله كتجاره ومش وحاجات تانية ومصالح شخصيه، ولا انت طالع لصالح نادي الزمالك وتقف جنبه؟ فلو حضرتك ومجلس الاداره واعضاء اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك مش هيتكلموا في النقطه ديت ويشوفوا ويطلعوا بتصريحات ويحلوا موضوع قطعه الارض ديت، يبقى بعد اذن حضرتك تقدم استقالتك انت والاعضاء بتوعك، لان لا مجال. ممدوح عباس ما تدخلش، انا مش هخش. انا ممدوح عباس هو راجل يعني بيطلع فلوس لنادي الزمالك في صفقات، في حاجات معينه، في لعيبه بيدفع. لكن انا بتكلم على مجلس الاداره. فين مجلس الاداره؟ هو لو كان مرتضى منصور كان جه. والسؤال برضه والاجابه، مرتضى منصور لو كان موجود ما كانش الحال كان اتعمل كده. لكن انا بتكلم هل مرتضى منصور تدخل في الموضوع وشال قطعه الارض؟ هل هو شال قطعه الارض من الزمالك ورجعها وزاره لوزاره الاسكان تاني عشان يكون حاجه سبب وجيه انه يرجع تاني مجلس اداره نادي الزمالك؟ ورأي حضرتك ممكن تشاركنا بتعليق من حضرتك على انت توافق ان مرتضى منصور يرجع تاني لنادي الزمالك ويبقى فيه نفس المشاكل او مشاكل قبل كده، وفي انتقادات وفي كلام وسباب ومشاكل مع الشخصيات ومع رؤساء ومع كل ناس في الدولة. احنا عاوزين نشتغل بشكل هادي. نادي الزمالك عاوز يشتغل على هدوء، بنفس ما قمنا مع جون ادوارد، ما بدأ ان هو يهدي الرأي العام ومفيش حد يعرف عن مشاكل نادي الزمالك، وبدأ ان هو يحط رجل الزمالك على الخطوة السليمة والمظبوطة ان هو في تطوير الكرة في الزمالك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.